مساء الخير والحب والسعادة على مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم أفلام زمان. النهاردة هنفكركم بفيلم استثنائي، فيلم صعد إلى القمة كواحد من معالم السينما المصرية طوال تاريخه. عندما نبحث عن أكثر الأفلام جماهيرية لازم نقول عن فيلم خلي بالك من زوزو اللي صعد إلى القمة، والحقيقة إن هو بطولة كوكبة كبيرة من النجوم، سعاد حسني، تحية كاريوكا، حسين فهمي، سمير غانم. أما الحوار لصلاح جاهين والإخراج لمخرج الروائع حسن الإمام. هنعرف ليه سبب يعني هذا الفيلم يكون أكثر أفلام جماهيرية من خلال لقائنا النهاردة مع الكاتبة الصحفية ومدير تحرير مجلة الكواكب هبة عادل. أهلا بيكي. اهلا بيكي، مساء الخير. منورة الدنيا. ميرسي، ده دورك. يعني عايزه ابتدي على الفيلم ده. طبعا خلي بالك من زوزو من اكتر الافلام اللي هي بنقول عليها اكتر افلام جماهيريه. عرض في 72، لكن يعني هنقول ان الفيلم ده ليه طابع خاص جدا. ليه سبب وجود هذا الفيلم على الساحه ولغايه دلوقتي بنحب نتفرج عليه؟ صحيح. يعني خليني الاول اعبر عن سعادتي ان انا اكون بتكلم عن فيلم استثنائي زي ما حضرتك تفضلتي. خلي بالك من زوزو، وبالتالي بنتكلم عن نجمه استثنائيه في تاريخ السينما المصريه يمكن والعربيه، سعاد حسني. يعني مين وهي في الجامعه وبعد كده ما بتتمناش يتقال لها انت شبه سعاد حسني. صحيح. هي كانت طول عمرها فعلا حلم كل شاب وايقونه كل فتاه. انت فيكي من خفه ظلها، انت بتشبهيني بيها. فهي يعني انا سعيده ان انا اكون بتكلم في رحاب هذه العظيمه الراحله. سندريلا الشاشه طبعا. سندريلا الشاشه طبعا. بالنسبه لفيلم خلي بالك من زوزو وحالته الاستثنائيه وانه فعلا راسخ. يعني شوفي حضرتك بتقولي الفيلم ده من 72، يعني ساعتين وربع، ولكن لا تملي منه. مفيش كادر مش رائع، مفيش كادر تقدري تنزلي عينك من عليه. شفناه كم مره وحافظينه. صحيح. ولو انت بتقلبي بريموت كنترول كده ولقيتيه في اوله في نصه في اخره، ما مش هتقدري تفوتيه، هتقعدي تتفرجي. هذه طبعا الحاله الاستثنائيه من النجاح ليها طبعا اكتر من سبب. اولا هو فيلم شامل كل حاجه، يعني تقدري تصنفيه ان هو فيلم رومانسي، صحيح. في حاله حب وعشق بين البطل والبطله. فيلم اجتماعي بيناقش قضيه الفروق الطبقيه. فيلم كوميدي في نبيلة السيد. استعراضي. طبعا استعراضي وغنائي في المقام الاول. في بعض التأويلات كانت بتقول ان في اسقاطات برضو سياسيه فيه، فهو فيلم يعني وجبه دسمه وجرعه متكامله من كل شيء تجديه. الحاجة التانية، تعالي النهاردة شوفي تسكين الأدوار. طبعا مخرج الروائع زي ما بنقول دي ما بتجيش من فراغ. صحيح. تسكين الأدوار قد إيه عبقري، يعني كل واحد في دوره ما تقدريش تتخيلي حد تاني. طبعا سعاد حسني دي حاجة تانية، حسين فهمي ده في حتة تانية، لكن كلهم. يعني في مشهد بيطلع فيه وحيد سيف كده مع نبيلة مشهد صغير يعني يمكن دقيقتين، ما ينفعش حد غيره يعمله. كل الادوار، نبيلة السيد، سمير غانم، شفيق جلال، طبعا تحية كاريوكا. كل واحد التسكين عبقري. وكل واحد انا حاسه ان الناس دي كانت بتشتغل بحب قوي. صحيح. فالحاجه بتتعمل بحب فبتبان. ده حقيقي. فادوا ادوارهم بعبقريه، حاله متكامله. فيلم حقق اعلى ايرادات في وقته، قعد سنه في السينما. يمكن الفيلم الوحيد اللي سبقه في ده كان ابي فوق الشجره عام 69. تمام. قعد برضه سنه. هنتكلم عن الادوار كلها وباستفاضه ودور كل واحد فيهم، لكن كده نطلع كده نفكر مشاهدينا بالفيلم الجميل ده، الفيلم الرومانسي الاجتماعي اللي هو حاله فعلا استثنائيه. نطلع نشوف جزء من الفيلم ونرجع على طول نستكمل. خليكم معانا. فيلم خلي بالك من زوزو طرح عام 1972 وحقق إيرادات قياسية، إذ استمر عرضه 42 أسبوعاً ودخل قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وتضمن عدداً من الأغنيات كان جزءاً مهماً من نجاحه وتميزه. منها أغنية خلي بالك من زوزو، جمعت صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، والأغنية الأشهر يا واد يا تقيل، واللي جمعت صلاح جاهين وكمال الطويل، وكانت سبب في لقب النجم حسين فهمي بلقب الواد التقيل. يا يا واد يا تقيل، يا مشيبني، يا ده انا بالي طويل، وانت
عاجبني يا واد يا تقيل يا مشيبني انا بالي طويل انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا واد يا تقيل يا واد يا تقيل يا مشيبها دي بالها طويل وانت عاجبها يا واد يا تقيل. وبنجدد الترحيب بالكاتبة الصحفية هبة عادل. لو بقى اتكلمنا عن دور كل حد، سعاد حسني يعني ده بيعتبر من انجح الافلام ليها بلا شك. يعني خلي بالك من زوزو من انجحها، بالرغم ان هي قامت بادوار تعتبر يعني بينت هتقل. فيها وبينت فيها كل مهاراتها، زي مثلا القاهرة 30، زي غروب وشروق، لكن يبقى فيلم خلي بالك من زوزو حالة خاصة لامكانياتها. ايه بالظبط. من وجهة نظرك ده ليه؟ يعني برضو زي ما انتي ذكرتي طبعا، يعني سعاد حسني قدمت للسينما حوالي 80 او 82 فيلم، قدمت كل الاشكال والالوان والانماط، في افلام غنت ورقصت فيها وفي افلام لا، يعني بدءا من حسن ونعيمه لحد صعودا لاهل القمه، في فرايتي فظيع، الراعي والنساء، افلام وهي صغيره اشاعه حب والزوجه الثانيه، افلام اجتماعيه، افلام سياسيه تقيله طبعا زي صحيح. القاهره 30، زي غروب وشروق، ويمكن هي عشان كده الكرنك. اتسمت زوزو بالفيلم ده، بالظبط، يعني هقول لك من ان دي من كتر عناصر ادائها النجاح. الرائع ايوه، واتقانها في الدور ده ده طبعا. حقيقي، يعني فيلم بيحمل اسمها، فطبعا هو بصمه مميزه. زي ما بنقول هي قدمت كل الالوان، في افلام ما غنتش ولا رقصت فيها، صحيح. لا، وفي افلام غنت ورقصت فيها، وقدمت جميع المراحل العمريه وجميع انماط المراه المصريه، الفلاحه في الزوجه طبعا الثانيه، الارستقراطيه في الاختيار، يعني هي سندريلا الشاشه دي هي سندريلا. نافعه في كل لكن الادوار. طبعا فالفيلم هي طلعت كل الطاقات فيه، قدمت اللون الرومانسي، يعني في فيلم واحد، يعني ممكن تبقى في كل الافلام اللي ذكرناها قبل كده هي بتقدم نمط واحد، لكن في فيلم زوزو قدمت البنت الجامعيه الطموحه، البنت الراقصه، في مشهد مثلا بتلعب فيه فتاه ليل في لقطه من لقطات الفيلم، طبعا. بترقص، بتغني، بتحب، بتدافع عن قضيتها، علاقتها بوالدتها العالمه الكبيره، فقدمت يعني فيلم خرج منها كل الطاقات، هي طاقات فنانه شامله بمعنى الكلمه، رنت صوتها مع صحيح. ادائها الاستعراضي، مع طبعا تمثيل احترافي رائع، فما سابتش حاجه ما عملتهاش في ويبقى علامه زوزو يعني. مميزه في تاريخها، طبعا تاريخ بلا شك طبعا. سندريلا الشاشه سعاد حسني، خلي بالك من زوزو هي طبعا علامه مميزه. طبعا. نشوف بقى حسين فهمي، يعني هو بالرغم ان كان الفيلم ده لسه في بداياته، لكن كانت الفيلم برضو خلي بالك من زوزو انطلاقه لنجوميته بعد كده. صحيح. شايفه ايه اللي هو يعني قدر يقدمه لنا من خلال خلي بالك من زوزو، يبتدي بعد كده يبقى هو انطلاقه لبدايه نجوميه حسين فهمي؟ حسين فهمي قدم قبل خلي بالك من زوزو فيلمين، هما نار الشوق مع صباح، وفيلم دلال المصرية كان للمخرج حسن الإمام، واعتقد انه من هنا جه اختياره لأداء دوره في زوزو، المخرج سعيد. بصي، انتي بتتكلمي عن مساحة دور كبيرة جدا، يعني هو بطل العمل الرئيسي. الاختيار برضو زي ما كنا بنتكلم عن تسكين الأدوار، الدور ده عايز طبعا شاب جان وسيم، عايز واحد هو من طبقة أرستقراطية كلاس، عائد من السفر، فنان عنده الحس الرومانسي، فكل المواصفات الشكلية ومقوماته وتليق لهذا التسكين، تليق لهذا صحيح. الدور. فهو كمان في تصاعد درامي في الشخصية بتاعته، الأول المحبوب من الفتيات، وبعدين بيقع في حب زوزو، الأول بيعمل فيها الواد التقيل، بعد كده لا، هو بقى بيدافع هو أيضا عن قضيتها، وبيروح معاها الجامعة ويتبنى أنه يعني هي إنسانة في النهاية، وهي يعني أسرتها أو أهلها أو أصلها. فالدور لايق عليه، هو نفسه النجم حسين فهمي بيعتز جدا بالفيلم ده، يعني صحيح. دايما يذكره ان هو عمل له نقله، وكان بدايه فعلا صعوده لسلم النجوميه، ويذكره دايما بحب يعني. فطبعا فرق معاه جامد. تحية كاريوكا، يعني ادائها الرائع كمان. طبعا. بالرغم ان هي كانت في الفيلم ده يعني بتمثل دور
كبيره، ام بقى، أيوة. وحتى يعني اتكلمونا عن حاله التنمر اللي هي ادتها كمان، في إن هي الرقصة في الشهيرة في الرقصه. الفرح. والحقيقه ده يعتبر حتى المشهد ده من ماستر سين للفيلم. طبعا. كلمينا عن تحية كاريوكا وأدائها لدورها بشكل كمان رائع جدا. يعني الدور يعني هقول لحضرتك على حاجه. الفيلم كان الاول هو القصه لحسن الامام والسيناريو والحوار لصلاح جاهين، فكان هيسمى في الاول بنت العلمه. وبعدين لما كتب لي صلاح جاهين السيناريو والحوار اطلق عليه خلي بالك من زوزو. فهي بتلعب دور علمه، وهي نعيمه المظيه الشهيره صاحبه الفرقه واللي عايشه في محمد علي. انت في خيالك تحية كاريوكا راقصه في شبابها وعارفين صحيح. ادوارها. فانت برضو هنا محتاجه تجيبي واحده كانت اكيد في يوم من الايام هي اللي بتعمل الافراح وعالمه مشهوره، النهارده بنتها هي اللي ورثت منها الكار زي ما بيقولوا. فانت محتاجه واحده تكون راقصه، وبعدين محتاجه واحده تبقى برضو بقى خلاص المواصفات العمريه والجسم بتاعها لما زاد، يعني يمكن ده خدمها في هذا الدور. وفي المشهد اللي حضرتك بتتكلمي عنه الشهير لما بيتعزموا في الحفله، اللي هي المكيده اللي عملتها البنت اللي كانت عايزه ترتبط بحسين فهمي، فقد ايه وفعلا كان. هي أشهر راقصة في السينما المصرية. تحية طبعا. كاريوكا طبعا. فالدور ده هي لعبه الام الجباره اللي عايزه تجبر بنتها مش طز في التعليم لكن تشتغلي في الكار بتاع اهلك، وفي نفس الوقت الام الحنونه جدا. فالمواصفات بتاعتها السنيه والجسميه وكونها هي راقصه اصلا كان لايقة قد على كده طول. لايقه وراكبه قوي وبطله رئيسيه في العمل، وبرده مساحه دورها كانت كبيره صحيح. ومقنعه جدا، والجمهور سهل قوي يصدق ان ما دي تحية كاريوكا لما تكبر هتبقى صاحبه فرقه، لما تكبر هتبقى ام زوزو. صحيح. فيعني مقنعه واختيار طبعا عبقري يعني. حتى الأدوار البسيطة اللي يعني ما كانش ليها مساحة كبيرة في الفيلم، شفيق جلال، سمير غانم، طبعا. يعني اتكتبوا بطريقه سلسه جدا، وده طبعا الفضل لصلاح جاهين طبعا. في الحوار السلس اللي هو حاسه ان هو يعني طبيعي، كانه قدامك، شايفه الموضوع ده قدامك على الواقع. طبعا هو الفيلم مبهج وهو مصنف اللي هو الميلودراما، اللي هو انت بتعملي حاجه شويه فقعه كده اللي هي ايه، احداث مثيره عشان تستقطبي مشاعر او تثيري مشاعر المشاهد. صحيح. يعني فهو كاتب حاجه كل دور مكتوب بعنايه ومكتوب بحب طبعا. ومكتوب ببهجه. هو انا حاساه فرحان وهو بيعمل ده. صحيح. عايزه اقول كمان ان الحقيقه كان مرشح لدور سعاد حسني اللي هو زوزو لبنى عبد العزيز، لكن بسبب ظروف سفرها مع زوجها لامريكا تم نقل الدور ده لسعاد حسني. لكن لما شافت لبنى عبد العزيز اداء الرائع لسعاد حسني قالت ان هو كويس جدا ان هو تم حاله الدور ده ليها، لان هي ادته بشكل بارع جدا. نطلع نشوف جزء من الفيلم ده ونرجع نستكمل، خليكم معانا. زينب، أو كما يلقبها الجميع زوزو، هي ابنة الراقصة نعيمة المظية، فتاة تنتقل بعالمها من شارع محمد علي ورقصاته إلى الجامعة، تطمح إلى التعليم وترك هذه المهنة، لكنها ترتبط بقصة حب مع شاب من الطبقة الغنية، وتعيش صراعا نفسيا بين زينب الطالبة الجامعية والحبيبة وبين زوزو ابنة شارع محمد علي. ويشتد الصراع بين زوزو وعدد من طلبة الجامعة بعد علمهم بمهنة أمها، وكذلك الصراع مع أسرة حبيبها. انا بمنعك، فاهمه ولا لا؟ انت ما تجيش جنبي خالص، انت تقعد بعيد وسط البهوات وتتفرج وانت ساكت. دق يا مزيكا. ولكن زوزو تلقن الجميع درسا في حبها وفخرها بأمها، وإنهم مجبرين على احترامها.
ليحقق الفيلم أعلى نسبة في التواجد في السينما، ولتبقى زوزو هي سندريلا السينما. خلي بالك من زوزو. ورجعنا لكم تاني وبجدد الترحيب بالكاتبه الصحفيه هبه عادل. عايزه كمان اتكلم عن توقيت عرض الفيلم. خلي بالك من زوزو اتعرض 72 قبل بقى يعني استعدادنا لدخولنا حرب 73 وانتصارنا. حاله من البهجه كنا احنا محتاجينها. شايفه توقيت العرض وكان مهم جدا، بدليل هو حتى بعد كده خد جايزه عبد الناصر التذكاريه في 74. تمام. شايفه تاريخ العرض كمان من مقومات نجاح هذا الفيلم؟ بالتأكيد، يعني بلد بتستعد ان هي تدخل حرب مصيرية وانتصار اللي حققنا في 73. قبلها اكيد كان في حاله من يعني كآبه، نقدر صحيح. نقول حزن، مش طبعا. هنقول انكسار، لكن يعني احنا طول عمرنا طلعنا على ان الفتره دي يمكن اجيالنا ما عاشتهاش لكن سمعنا عنها انها كانت طبعا فتره صعبه وفيها استعدادات. الفن رساله وسلاح، ما فيش صحيح. شك. يعني احنا النهارده يمكن الاكسبريشن اللي بنقوله القوه الناعمه، هو دي طول عمرها هو موجود، يمكن المصطلح بيختلف لكن المعنى واحد. فالفن رساله وسلاح زي ما بنقول، زي ما في جنود على الجبهه بيستعدوا لمعركه، انت النهارده جوه كل واحد فينا عنده معركته. طبعا صلاح جاهين، وهو ده كان حاله خاصه لان هو كان دايما بيكتب وطني قبل ما في يكتب الاغاني بالظبط في الاغاني. كنا هو بقى يكتب يا واد يا تقيل، ويبقى الحوار كمان في الفيلم ده نفسه. أيوة. ده نقله تانية ليه. ولو انه هو كان يعني مصمم على حتى كتابه يا واد يا تقيل، ويمكن يعني اخذ نقد كبير جدا. شايفه هو كان شايف ايه وكان رؤيته ايه واستمر في الرؤيه دي واصر ان هو يكتب يا واد يا تقيل؟ طبعا صلاح جاهين ده برضو موهبة استثنائية في الكتابة طبعا. يعني وحالة خاصة جدا، وأنا أعتقد هو ده ذكاء الموهوب اللي هو برضو سلاحه وقلمه وموهبته كشاعر يقدر يوظفها في أي حاجة. التلحين كمال الطويل، لأن الحقيقة كان بعد ما اتكتبت كلمات يا واد يا تقيل كان بيدوروا على ملحن، وكان مفروض إن هيتلحن الاغنيه دي منير مراد. أيوة. لكن هو طبعا ما كانش فاضي، فاضطر يعني يدور على حد تاني. وكانت بالصدفه أيوة. سندريلا كانت رايحه الاستوديو وشافت كمال الطويل، وكان هو متوقف عن التلحين لمده 8 سنوات فقالت له انا عايزاك تلحن الاغنيه ديت، وبالفعل لحنها. بعد يومين سافر اسكندريه وجيب اللحن. كلمينا عن عبقرية كمال الطويل بعد توقفه 8 سنوات عن التلحين ويطلع لنا اللحن الجميل ده. طبعا عبقرية كمال الطويل يعني لو اتكلمنا فيها نحتاج حلقات. يعني ده طبعا من اعظم الملحنين اللي جم في تاريخ مصر طبعا، وكونه برضو يعمل هذا اللون اللايت. شوفي هنا ممكن قد ايه الصدفة والحظ يلعبوا دورهم. يعني منير مراد مثلا فعلا كان هو اللي المفروض يعمل، لانه معروف عنه الالحان صحيح. اللايت الخفيفة دي، ودي اغنية محتاجة حاجه خفيفه. هي واحده بتدلع واحد تقول له يا واد يا تقيل يعني، فمش محتاجه قوي ازاي كده كده ويمشي ازاي واكلمه بحراره يرد بالقطاره. ف كان طبيعي ان يبقى منير مراد. لما هو كان مشغول فبيدور، وبرده الصدفه لعبت. يعني كانت سعاد حسني رايحه لوكيشن تصوير فتشوف كمال الطويل فتقول له فعلا بعد فتره 8 سنين يروح بيها اسكندريه يقعد يومين يرجع بهذا اللحن العبقري. فالحظ لعب دور والصدفه لعبت دور، الموهبه الاساسيه طبعا لعبت دور، برده احقاقا للحق علشان ندي كل واحد حقه. وفي في الفيلم ده برده في الاول اغنيه كانت من الحان ابراهيم رجب، كان الكلمات كلها لصلاح جاهين لكن في الحان لابراهيم رجب، في الحان سيد مكاوي. الاغنيه اللي هي في الاخر بقى استنى استنى وخلي بالك من زوزو، خلي بالك من زوزو الرائعه دي طبعا دي الحان سيد مكاوي. فيعني شوفي عباقره بسماء تقيله في كل حاجه، صلاح جاهين، سيد مكاوي، كمال الطويل. يعني ما بقول لك كل حاجه معموله بعنايه وبحب، كان لازم يبقى المنتج النهائي بهذه الروعه. يعني طبعا بقى قائد العمل ورب العمل بقى مخرج الروائع حسن الامام. حسن الامام كمان عرف ازاي ان هو يجمع ما بين ميلودراما على رقص
على غنى، مم. حاله كده عملها لنا من خلال الفيلم ده. كلمينا بقى عن حتى يعني كمخرج، وازاي هو قدر يعني يبين لنا الحاله دي ويجمع ده كله مع بعضه. طبعا زي ما قلنا حسن الامام، يعني كلمه مخرج الروائع دي لا تاتي من فراغ، يعني هو برضو صاحب في 100 فيلم في تاريخ صحيح. السينما المصريه، كل واحد ليه بصمته الخاصه جدا. راجل عمل مع كبار النجوم، فريد شوقي، مع عبد الحليم، مع سعاد حسني، مع هند رستم، مع نور الشريف، مع محمود ياسين، يعني اجيال متلاحقه، وهو بيضع ابداعه والخبره بتتراكم. فلما نيجي قدام فيلم زي كده، يعني هو اخرج مثلا ثلاثيه نجيب محفوظ الشهيره بين القصرين وقصر الشوق والسكريه، شفيقه القبطيه، الخطايا، اميره حبي انا، بعد نفس الدويتو صحيح. ده بقى سنه 74، حسين فهمي وسعاد حسني. فهو راجل يعني برضو الموهبه زائد الخبره، حقق انه ده واحد من اهم، يعني فيلم زوزو ده من اهم افلام، من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. وقدم وجبه شامله زي ما بنقول، فتسكين الادوار مع انه الفرايتي في العمل كله، يعني ما سابوش حاجه ما عملوهاش بصراحه. عايزه اقول كمان ان ميزانيه فيلم خلي بالك من زوزو كان 15,000 جنيه، اجر سعاد حسني 3000 جنيه، واجر حسين فهمي 1000 جنيه. قصة خلي بالك من زوزو استلهمها مخرج الروائع حسن الإمام من قصة هو شافها قدامه، وهي قصة صحفية بجريدة الأهرام، قصة بهيرة مختار. بهيرة مختار هي صحفية راحلة من أهم الصحفيات في ذلك الوقت، والحقيقة هي والدتها هي نبوية مصطفى، كانت عالمة أو كانت راقصة، ووالدها بطل العالم وبطل مصر في رفع الأثقال مختار حسين. حالة هي شبيهة بحالة خلي بالك من زوزو طبعا، بنت الراقصة اللي أصبحت صحفية معروفة في وقت كان فيها مدير هذا الصرح الكبير جريدة الأهرام هو الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. نطلع نشوف هذا الفاصل ونرجع على طول نستكمل، خليكم معانا. شلبي، نعم. زوزو مش هتشتغل. الله، انت مش كنت بتقولي ده اليوم اللي بتحلمي بيه وهو حاصل، والليله هتشتغل مش هتشتغل، هنفضل زي ما احنا. مش ممكن، مفيش رجعه. رجعت المخزنة ولا ماشي. زوزو، لا ما تروحيش في عرضك. ما اروحش فين يا ماما؟ الكباريه خلينا زي ما احنا. طار العوالم اشرف. هو لعب يا ماما، يعقول شرابي ما نرمناش على انه قال اندهولي. تتدبر يا بنتي، بس ما تروحيش الكباريه، ما تروحيش الهي ينجيكي. خلاص يا ماما، فات الاوان. ثم ان دي رغبتي، انا عايزه كده، عايزه المرسيدس والعماره ونبني فوقها الروف. مش ده كلامكم؟ عشان نبص على الناس من فوق. تهربي مني ليه؟ ما بهربش، احنا ما فيش بينا وبين بعض حاجه. والحب؟ الحب رفاهيه، مش كل انسان يقدر عليها، نوع من الكماليات، له ناس مخصوصين، انا مش منهم. من امتى الكلام ده؟ انت ما كنتيش كده ابدا. سعيد، زوزو اللي انت عرفتها انتهت، اللي قدامك دي واحده تانية، رقاصه وبس. عارف، وعارف اللي عملتيه، وانا لا يمكن اسمح لك انك انت تسيبي دراستك او تنحرفي عن الطريق السليم اللي رسمتيه لنفسك. من فضلك، انا مش عايزه مواعظ، عن اذنك انا عندي شغل. استني هنا. ايه اللي انت لابساه ده؟ وانت دخلك ايه؟ خشي لا المسخره دي واقعدي ذاكري. انت مالكش حكم عليا. وانا قلت هتخشي اوضتك يعني هتخشي اوضتك، فاهمه ولا لا؟ لا مش فاهمه. خشي اقعدي ذاكري. ايه ده؟ ايه بقى الكباريه اللي انت عملته ده؟ ينصر دينك يا شيخ. ورجعنا لكم تاني وبجدد الترحيب بالكاتبه الصحفيه هبه عادل. عايز اعرف بقى الغرض من هذا الفيلم، لما مخرج الروائع حسن الامام يشوف قدامه ويستلهم حاله هو شافها وعاشها قدامه، قصه بهيره مختار، ويعملها في الفيلم خلي بالك من زوزو. ايه اللي لفت نظره من وجهه نظرك؟
الرسالة، يعني أنا لما أستلهم من حاجة واقعية وأنقلها من خلال الدراما ومن خلال السينما، يبقى أنا بقدم رسالة إنه هو ده واقع وإنه ممكن يحصل. يعني احنا بنشوف زوزو من الأول وهي فتاة متفوقة، في أول لقطة بتحصل على الكاس في مسابقة جري في الجامعة، بيتعمل لها حوار صحفي بينزل في مجلة الجامعة، موهوبة محبوبة، بعدين على طول بتتنقل إن بعد إن دي فتاة جامعية، لكن بتلاقيها في النقلة الثانية في البيت بتاع فرقة العوالم وأمها بتجبرها، اصحابها عايزين يعزموها بمناسبه فوزها بالكاس وتاج الفتاه المثاليه وفرحانه بيه، لا امها هنا بتقول لها لا احنا ورانا فرح، فده اكل عيشنا، فلازم بتجبرها ان هي تروح الفرح، فبتلاقي الرقاصه في فرح بلدي اللي بترقص. بس هي قررت انها لا، تقول لامها سيبيني 3 شهور احصل على ليسانس. هي عندها طموح، هي عايزه تخرج من البيئه دي، مش عايزه تفضل منغمسه وده الغرض وموصومه. بقى، ان الطموح ممكن يطغى على اي بالظبط حاله كده. وهي بغض النظر يعني على هي جالها ابن مين لحظه او عايش ايه. بالظبط، هي جالها لحظه اللي في رقاصه من الفرقه دي بتنتحر لان اهل خطيبها ما رضيوش، فهي قررت ان هي تبعد عن حبها علشان ما توصلش للانتحار. هو اللي بيشدها بقى، هو هنا بقى فكره ازاله الفوارق الطبقيه، وان الحب هو الاسمى من ده كله. فهو بيشدها وبيدافع عن قضيتها. كانت هتسيب الجامعه في اخر الفيلم خلاص بقى وتفضل في سكه الرقص، لا هو اللي بيروح بيضربها بالقلم في مشهد شهير جدا. وده كمان من المشاهد الماستر سين طبعا لما بيروح لاقيها لابسه بقى البدله الحمراء ومش عارفه ايه، لا بيضربها وخش اوضتك وذاكري ولازم تحصلي على الشهاده. بعد كده بقى هي شوفي التصاعد، هي اللي بتروح الجامعه وتواجه قضيتها في وش التزمت، في وش اللي هو كان الدور اللي عامله محي اسماعيل، الافيه الشهير بتاع جمعاء ده. كان بيقدم هنا الدور اللي فيه التزمت، وان كان حتى بعنف، وقلبت بخناقه في الجامعه بين انصار بقى زوزو انصار الرجعيه. وده برضو هي بتدخل يعني تدافع بقى عن، صحيح. بتقول احنا كلنا هنا في يعني جمله شهيره وتيمه تعتبر، كلنا اولاد نعيمه المصريه. يعني اذا ما حاولناش نخرج من البيئه اللي بتشدنا لورا واللي عايزانا نفضل دايما ابناء حاجات احنا ما اخترناهاش، لا احنا عندنا اراده نختار. فبيقول لها حتى ايه، هو بيبقى حاضر حسين فهمي بيقول برافو يا زوزو. يعني حتى حوار صلاح جاهين في كذا حاجه هنا في الفيلم، الحقيقه اختيار محيي اسماعيل ان هو اللي يكون متشدد ومتزمت دينيا ويبقى هو نواه للعنف بعد كده، ده يعني حاسه ان هو صلاح جاهين الحقيقه كان هو سابق عصره، سابق طبعا. ده في جزء طبعا. كمان جزء كمان التنمر اللي احنا بقينا دلوقتي بنتكلم عنه، يا تخينه يا فشله يا شويه معتدله. فشايفه كمان المواضيع اللي هو حب يحطها لنا من خلال هذا الفيلم كانت مواضيع الحقيقه كمان يمكن سابقه عصرها. أكيد. طبعا شوفي احنا بنتكلم عن فيلم بقاله 51 سنه، يمكن انا اتصور ساعتها ما كانش فيه التعبير بتاع التنمر، يعني كانت بتقال ايه، استهزاء، سخريه، كانهم بيحاكوا اللي انت عايشاه النهارده. ما تقوليش الفيلم ده ايه، ده راحت عليه، ده زمن غير الزمن، لا هم عندهم رؤيه استبصاريه كده. وعشان كده الافلام دي هي اللي بتعيش وبتبقى فعلا في الوجدان كمان وفي ليه الذاكره. الفيلم ده برضو اخذ انتقاد من وجهه نظرك؟ يعني احنا اتكلمنا عن عنصر نجاحه في التوقيت، وده سلاح ذو حدين. يعني احنا قلنا الفن رساله وسلاح، اي سلاح بيبقى سلاح ذو حدين احيانا. يعني زي ما في ناس مستنيه البهجه ومستنيه تشوف حب وتشوف رقصه وتشوف يعني حاجه ترفيهيه افيه كوميدي، في ناس تانية بتبقى شايفه انه ده مثلا مش وقته. يعني ممكن انا اتخيل عمرك ما هتلاقي رأي واحد، يعني لو جبتي 10 خدتي رأيهم في أي قضية ما، صحيح. دايما بيبقى فيه انقسام، فزي ما في ناس مع في ناس ضد. جايز كانت في ساعتها أقلام أو رؤى أو حتى وجهة نظر جماهيرية إنه ده مش وقته، إنه لا إحنا عندنا قضية أهم مثلا، مش شايفين الجانب المبهج اللي في الحدوتة. صحيح. هذا لهم في وقتها يعني. الاستعراضات الموجودة كمان من عناصر نجاح الفيلم طبعا. كلمين عن الاستعراضات والى اي مدى هي ساهمت في ان طبعا. يكون هذا الفيلم من انجح الافلام جماهيريا. هو من الافلام المصنفه انه غنائي استعراضي، الاستعراضات صممها الراحل كمال نعيم، وده واحد من الناس اللي قدموا الفن الاستعراضي بشكل مبهر. صحيح. طبعا كان معاه قماشه طيعه جدا، طبعا سعاد حسني قدمت اكتر من، يعني قدمت البنت اللي بترقص في الجامعه بفستان عادي، وقدمت الراقصه الشرقيه اللي بترقص بلدي يعني زي ما بنقول، قدمت اكتر من رقصه واكتر من استعراض. الرقصه الشهيره اللي في الفرح لما اتعزمت علشان تشوف امها وهي بتهان والفستان الاسود وكحكه زوزو الشهيره دي، فقدمت كذا رقصه. فالالحان والحان سيد مكاوي كمان، في الحان كتيره خلي بالك من زوزو الحان سيد مكاوي ويا واد يا تقيل زي ما قلنا لكمال الطويل. فهي قدمت
قدمت اكتر من رقصه، اكتر من استعراض. في لقطه حتى الام بتحلم بيها في مشهد كده انها خلاص هتروح بقى تبقى فتاة ليل يعني، فبترقص وهي يعني نايمه بطريقه معينه ولابسه كده ستايل فرعوني وبتتحرك. يعني طبعا هي مهيئه لده، وهو استثمر موهبتها وعمل اكتر من تصميم سواء وسط المجاميع زمايلها في الجامعه او لوحدها في الفرح الشعبي. طبعا رائع يعني. فمن هنا جاء انه فيلم غنائي واستعراضي صحيح ورومانسي بامتياز، ورومانسي طبعا في اكتر صحيح. من ماستر سين بيجمعها بحسين ايه فهمي. اهم الماستر سين نقدر نقول هم الطاغيين في الفيلم؟ يعني احنا قلنا مشهد التنمر لما بالام في الرقصه في الفرح. مشهد كمان اللي هو حسين فهمي لما قال لها لا مش هتاخدي من الطريق البدايه ده. يعني انا بتصور من اول ما هي بتروح يحصل الصراع والصدام بينها وبين والدتها، ان انا خارجه النهارده اصحابي بيحتفلوا بيا عشان انا خدت كاس وخدت فتاه مثاليه، هي بتقول لها لازم تشتغلي. فبيحصل بينهم كلاش وبتدخل اوضتها يعني هنا انت بتبتدي من هنا. وبعدين بتنام بتحلم، لو نفتكر مشهد الحلم اللي هي شافت حسين فهمي في الحلم قبل ما تشوفه في الحقيقه. مشهد قد ايه رومانسي ناعم كده مع اضاءه صفراء في جنينه وبيقابلوا بعض. فده برضو حتى ولو كان حلم بس هو جزء من العمل. صحيح. المشهد بقى الاخير اللي هي بتدافع عن قضيتها مثلا في الجامعه وبتدخل تقول لهم يعني انا هكمل دراستي وهاخد الشهاده بتاعتي وهطلع من البيئه اللي انتوا عايزين تفضلوا تجرونا ان احنا نفضل عايشين على الماضي. الفيلم كله صحيح. فعلا اكتر من ماستر سين ما يقلوش اهميه عن بعض النهارده طبعا في افلام زمان وبفرحه صحيح وبحاله احتفاليه كده طبعا. اكيد طبعا. نورتينا. ميرسي ليكي خالص للفرصه الحلوه دي. بشكر طبعا الكاتبه الصحفيه ومدير تحرير مجله الكواكب هبه عادل، شكرا ليكي. ميرسي. يعني بالرغم من حالة الانتقاد اللي بتوجه لفيلم خلي بالك من زوزو، لكن هو من أكثر الأفلام نجاحا ومن أكثر الأفلام جماهيرية. الحقيقة فضل في السينمات لمدة عام كامل، ويبقى الجمهور هو صاحب الكلمة العليا في تقييم الفن. إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي مع فيلم جديد، لكن لازم من أفلام زمان.